القصه كلها ان احنا بقينا عايشين، تحس ان احنا قاعدين في غابه، الكل عمال يحاول ياخد رزق غيره، فاكر ان هما لما يقعد يحارب عشان ياخد رزق غيره كده هو هياخد رزقه. بالظبط، هو كده الرزق قادر هيجيله يفهم ان الرزق ده حاجه مكتوبه، ومش قادر ومهما يشوف. تجري ومهما تروح ومهما تيجي انت مش هتاخد غير رزقك وبس. انت بس بتاخد بالاسباب. في بالظبط. فرق بين ان انت تتوكل وتتواكل. بالظبط. تتواكل ان انت عايز تبقى قاعد في البيت مستني السما هتمطر عليك فلوس، بالظبط. ما بتعملش اي حاجه. اه. تتوكل ان انت بقى بتاخد بالاسباب، لا بتقوم الصبح بدري، بتبدا تشتغل على نفسك، بتروح شغلك، حتى بتاخد على اسبابك، الاقل. بتشتغل شغل باتقان، الكلام ده كله. وفي حاجه تانية، انت مفيش حد هياخد رزق حد، لان في ايه كريمه بتقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. صحيح. تمام، يعني انت خلاص اوريدي رزقك مكتوب، مستني بس الاسباب. انت ربنا قال لك اعقلها وتوكل. لا، هي الناس فاهمه ان احنا لما نتوكل على ربنا احنا كده هنقعد ومستنيين الرزق يجينا لغايه عندنا. مش قادرين يفهموا ان التوكل على ربنا ملوش علاقه بان انا اخد بالاسباب. الاخذ بالاسباب بالظبط. حاجه والتوكل على ربنا حاجه تانية. يعني احنا بالظبط. لما ناخد بالاسباب انت كده مش هنسعى. بتعارض امر ربنا، لا. بالظبط. هنسعى ونقول يا رب، ونبدا ان احنا نطور من نفسنا، وان احنا نبدا نشتغل على نفسنا علشان خاطر ان احنا نرسم ليه طريق، نرسم طريق